لو لاعب كورة وهو بيلعب اتكعبل وقع، حد خبطه بيعمل إيه؟ بيقوم عامل نفسه ميت، ليه؟ يمكن يصعب على الحكم والّا حاجة والحكم يدّي له فاول والّا يدّي له أي مخالفة والّا أي حاجة يستفاد بأي حاجة. طب هاقول لك على حاجة، اللاعب ده لو الحكم مش مركّز معاه، إيه اللي بيحصل؟ بيقوم قايم جري، خلاص هو بدل كان عامل نفسه ميت ما حدش مركّز معاه، لو مركّزين معاه ورجليّا وحصل ومش عارف إيه، طب لو مش مركّزين معاه هيقوم عامل إيه؟ هيقوم قايم على طول. ليه قام على طول؟ ليه قام على طول؟ لإنه عارف إن في وقت محدد، الوقت ده المسكنة بتاعته والزعل بتاعه، طب لو زعل وفضل نايم على الأرض ما حدش هيقف له، مش هنوقّف العالم علشان سيادته وقع، لأ، هو ده اللي أنا عايزك تتعلمه. أنت لو وقعت، لو عملت مشروع وخسر، لو سقطت، لو حصل لك أي مشكلة في حياتك، مش الطبيعي إن أنت تفضل تبقى قاعد بتولول على اللي أنت حصل لك على الحاجة اللي حصلت، ده مش الطبيعي، الطبيعي إن أنت تقوم تاني، تحاول تاني، إحنا ما اتولدناش نيجي نحقق حاجة بنحققها من أول مرّة، ده ما بيحصلش. أنا برضه جاي أقول لك إن الحياة مش هتقف عليك، قوم واشتغل، كمّل وأقع وقوم تاني، قوم وأقع وقوم وأقع لحد ما توصل للحاجة اللي أنت عايزها. ربك جعل لك رخصة اسمها التوبة، استغل الرخصة دي، غلطت ارجع، اندم وتوب، قُل له يا رب أنا غلطت، ما فيهاش أدنى مشكلة، هيغفر لك، إن ربك يغفر الذنوب جميعًا. لمين؟ للي بيرجع وللي بيتوب وللي بيعترف بذنوبه، إنما ما تكابرش والدنيا وقفت وأنا عملت ذنب وكبيرة من الكبائر، لا أنا مش هاقدر أعمل أي حاجة تانية، لا، 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 أنت كده ما تفهمش علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، لإن أنت أصلًا طبيعتك كشخص اللي موجودة فيك إن أنت بتقوم وتُقع، فما تخلّيش يا باشا الوقعات تأثّر عليك، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تدعم أخوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.